طائفة المعتزلة تنكر عذاب القبر، واستدلوا بآيات من القرآن الكريم على غير حقيقتها، كقوله تبارك وتعالى: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، وكقوله تبارك وتعالى: وما أنت بمسمع من في القبور. إلا أن أهل السنة والجماعة تضافرت عندهم الأدلة على وجود سؤال القبر وعلى وجود عذاب ونعيم القبر. وكان من أركان إيمان أهل السنة والجماعة الإيمان بأن القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. وسنستمع إلى علي الكيالي وهو ينكر عذاب القبر، نستمع إليه ثم نعود مرة ثانية لنعلق على كلام. القبور لا يوجد شعور ولا إحساس، لأن الناس فيها تراب وعظام. في القبور يعني من بعد هدف الإنسان سنة، سنتين، ثلاثة، أربعة سيتحول إلى هيكل عظمي، إلى عظام متناثرة وإلى تراب. والعظام ليس فيها أذن وحاسة سمع وحاسة بصر وحاسة كذا. أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما، طبعا عدة آيات أخذنا منها الآية بسورة الواقعة 47: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما. والعظام ليس فيها إحساس والتراب ليس فيه إحساس، ولا يشعرون بشيء. رجاء تأكدوا بالآية الأخيرة من سورة مريم ماذا يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تكذبوا الله، يعني أن الناس بآياتنا لا يوقنون. هنا مشكلة. نقول صدق الله العظيم لكن ما عندنا يقين فيما قال الله. الآية الأخيرة من سورة مريم: كم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. الركز هو صوت دبيب النمل. يعني الأموات رحمهم الله جميعا يعني ليس عندهم أي إحساس ولا يمكن أن يعطونا حتى صوت دبيب النمل، يعني حتى بسماعة الأطباء لا يمكن سماعهم. الرجل وهو كلامه كما سمعنا ينكر عذاب القبر وينكر شعور الأموات في القبور بعذاب أو بنعيم، وهذا الإنكار إنما هو تكذيب للقرآن وتكذيب للنبي عليه الصلاة والسلام. وهؤلاء لا يقيمون لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وزنا، لأنهم ينفون السنة وينكرون أيضا ما جاء في القرآن الكريم من نصوص صريحة. فإن القرآن صرح بعذاب القبر وبنعيم القبر، كقول الله رب العالمين في قصة آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ثم ذكر الحق تبارك وتعالى في قصة قوم نوح الذين كفروا بالله رب العالمين، فقال: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. والفاء فاء التعقيب والترتيب. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. وهناك من الأدلة النبوية الكثير والكثير، وهناك استعاذة النبي عليه الصلاة والسلام من عذاب القبر. يما النبي بيستعيذ من عذاب القبر في كل صلاة قبل التسليمتين، ويجي واحد زنديق أهطل أهبل يكذب ما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم.